ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا خلاص داخلين على سنة جديدة. السؤال اللي اللي في الحقيقة يعني كل سنة يعني بنلتزم بيه الحمد لله. احنا هنعرف نبدأ، هنلتزم ولا هنفضل نسوف زي كل سنة؟ وكل حاجة في أول السنة بتبقى جميلة، بتبقى الهمة عالية والموتيفيشن يعني واصل السما. آه، وبعدين خلاص مفيش حاجة بتحصل. خليني اقولك على حاجة وكلنا بنقولها، اصل انا عندي مماطلة وعندي تسويف. طب خلينا كده نتفق الاول ان المماطلة مش كسل. المماطلة دي عبارة عن عادة عقلية، تمام؟ آه بنتعلمها وبنقدر نتخلص منها، يعني بنتعلم بنكتسبها وبنفك منها كمان. السنة دي ان شاء الله بإذن الله هتبقى سنة وفرصة، يعني سنة جديدة وفرصة جديدة ان احنا نتغير. وان احنا كمان مش هنقدر، يعني خلينا نتكلم بشكل كده يعني عشان نتعافى من المماطلة واحدة واحدة. لازم يكون التعافي تعافي بذكاء. ازاي؟ اول حاجة، احنا ليه بنماطل؟ قبل ما نبدأ في ان انا اقول ايه العلاج بتاع المماطلة، لازم نفهم طبيعة المماطلة او طبيعة، لو هنوصف المماطلة دي ان هي مرض، ايه اسبابه؟ ايه اسباب المماطلة؟ اسباب المماطلة من وجهة نظري التي ليس لها اي اساس من الصحة ثلاث حاجات. وهي ان المهمة اللي انتي حطاها بتبقى اكبر من طاقتك في اللحظة دي. آه، وده برضو في جزئية كده هنفردها فيديو تاني نتكلم فيه، وهي إدارة الطاقة، مش إدارة ولا بلاش عشان خليها لكم مفاجأة استريحكم بيها. فتبقى المهمة كبيرة على طاقتك في الوقت ده. فنقول طيب بعد شوية، بعدين لما اروق، لما اكون رايقة، لما اتحسن، طب لما اشرب قهوة واتحسن. تاني حاجة، ان احنا بنخاف نبدأ لا نفشل. ودي موجودة عند ناس كتير جدا، خاصة الناس اللي بتبقى اصلا طالعة بيها بعقدة من وهي صغيرة يعني. فبنخاف نبدأ لا نفشل، فبنأجل الفشل، يعني بنأجل الفشل وبنأجل طبعا مع النجاح. ما انت ممكن تنجحي، انت ما تعرفيش، بس احنا بقى بنأجل الفشل وبنأجل النجاح وبنأجل كل حاجة. فاحنا بنخاف من الفشل. يبقى اول نقطة المهمة اكبر من طاقتنا. تاني نقطة ان احنا بنخاف من الفشل. تالت نقطة وهي ان دماغنا بتحب المكافآت السريعة. فان انا ابذل مجهود في ان انا اذاكر، ولا افتح التليفون او التلفزيون. ان انا ابذل مجهود في التمرين واتعب في التمرين في الجيم، ولا افضل قاعدة على الكنبة، ولا ابدأ، ولا بنأجل. احنا بنحب المكافأة الفورية اللي دلوقتي، اللي اخدها دلوقتي، اللي تشتغل دلوقتي. فتحت الموبايل سكرول، دوبامين دوبامين، شطات شطات شط دوبامين، تمام خلاص قشطة حلو. طب ما انا لما هروح الجيم برضه هاخد دوبامين على فكرة، بس التاني هيبقى دوبامين بقى ايه؟ صحي مستمر. لا احنا بنختار السهل دايما وبنحب المكافآت اللي بناخدها سريعة. بس انا عايزة اقولك على مفاجأة، ان المشكله دي مش فيكي. المشكله دي في نظام صغير في عقلك محتاج يتعمل له اعاده ضبط. تمام؟ يعني الحمد لله احنا كويسين، احنا مية مية. عقلنا هو اللي فيه مشكله صغيره محتاج نعمل لها ايه كده ريستورت، او نظبطها من اول وجديد، او نعمل لها اعاده ضبط المصنع. تمام؟ طيب يعني ايه بقى؟ احنا عرفنا الثلاث اسباب بتوع المماطله. تعالوا نعرف يعني ايه كلمه التعافي من المماطله. ما هي مصطلحات بتترزع في وشنا او بتطلع في وشنا كل شويه، واحنا مش عارفين ايه دي وايه الكلام المجعلص ده، وايوه انا اعمل ايه واروح فين يا جماعه؟ التعافي من المماطله مش معناه ابدا انك هتبطلي مماطله 100%. تمام؟ يبقى التعافي من المماطله مش معناه انك مش هتقدري، مش معناه انك هتقدري تتعافي 100%. ومعناه بقى انك هتقدري تعملي ايه؟ هتقدري تمسكي نفسك قبل ما تهرب. يعني المفروض ان انا اقوم انزل الجيم، مخي بيقول لي قومي عشان ننزل الجيم. تمام؟ المماطلة هتيجي تخش عليا، انا مش قادره، قفايا وجعني، رقبتي، ركبي تعبانه، اصلا انا عايزه اخلص حاجات في البيت قبل ما الاولاد يجوا، وانا الجيم هروح اخبط لي فيه ساعه، ساعه ونص، الوقت هيضيع. لا، تمسكي نفسك
قبل بقى ما نبتدي ايه، ما تسيبي نفسك لنفسك ويقعدوا الاتنين يشتغلوا عليكي. اقفشي الحلوه اللي بتحب تهرب دي، تمام، وتروحي ماسكه نفسك قايمه في 3 ثواني لابسه نازله، شنطه الجيم تبقى جاهزه. روحي يا ستي الجيم بلبس الجيم، وحطي عليه عبايه وانتي نازله، حطي عليه اعملي اي حاجه تخليكي ما تاخديش وقت، يا اما تبقى شنطه الجيم جاهزه كل مره هي موجوده، فمجرد بس ان انا هخش انط في اي حاجه وانزل، عشان امسك نفسي ما تهربش مني. فبدل ما تأجلي 3 ساعات او 3 ايام او 3 سنين، انت هتأجلي ال3 دقايق اللي انت هتلبسي فيهم، وبعدين هتبدأي هتروحي. معنى كده انك انت هنا عندك وعي، انت واعية انت بتعملي ايه في اللحظة دي. انا كده بكسر المماطلة بتاعتي، مش شغالة اوتوماتيك، انا لسه عندي وعي اني انا اللي بحارب اهو، وانا اللي بتعافى اهو، وانا اللي بكسر المماطلة ايه. تمام. طيب ده كلام حلو، عرفتي يا ستي، قلت لنا ايه الاسباب بتاعه المماطله، وعرفنا يعني ايه مماطله. طب ايه الخطوات بقى اللي احنا نبتدي نعملها ونبدا بيها من النهارده؟ تمام، انت بتستنيش السنه تبتدي، انت ابدأي من دلوقتي. تمام. هتبدأي بيها، عشان يعني بعد الخطوات دي احنا هنقولها، الخطوات دي هتبدأي بيها، الخطوات دي هي اللي هتساعدك في العلاج بتاع المماطله. فالخطوات العمليه لعلاج المماطله، اول حاجه قاعده ال5 دقايق، هي قولي لنفسك دايما هعمل المهمه دي في 5 دقايق بس. تمام. لو زهقت هبطل. عندي المفروض مثلا، ونفترض زي انا ما عامله دلوقتي مثلا مع نفسي، انا في الحقيقه عندي صداع مطير وشي، نص وشي الشمال، بس انا واعده نفسي ان انا هقوم. تمام. هصور فيديو مش هياخد 5 دقايق بس، اجبرت نفسي ان انا هقعد 5 دقايق وهوقف. تمام. هو في الحقيقه دلوقتي عدى 6 دقايق، ولو زهقت هبطل، بس انا اقنعت مخي بكده وقمت. وفي الاسترسال والكلام خلاص اوريدي، ما انا عندي كلام هقوله في الفيديو، فخلاص هكمل. تمام. بس المهم ان احنا نضحك على مخنا، نقول ال5 دقايق وهنبطل. الغريبه بقى ان بامانه شديده ان تقريبا 99% من المرات اللي انا قلت فيها لمخي دي الجمله دي، وان احنا 5 دقايق وهنبطل، انا بقوم وبكمل المهمه كلها على اكمل وجه. بس مش عشان انا شاطره، ولا عشان انا عندي كوميتمنت، لا، هي عشان اصعب حاجه هي البدايه مش الاستمرار. ان انا ابتدي، ان انا افتح الفيديو واقعد، هي البدايه هي اللي صعبه، بس ان انا اكمل بقيه الفيديو لا، انا هكمل عادي. بس اللي هي البدايه، وما البس الطرحه وما احط البلوزه، هو ده اللي مهم. تاني حاجه تعمليها، اللي احنا قلنا اول حاجه قاعده ال5 دقايق، قولي لنفسك 5 دقايق هقوم اعمل ده يعني هقوم اعمل ده في 5 دقايق وهبطل، اول لما هزهق هبطل. تمام. تاني حاجه قصري المهمه، يعني بدل ما تقولي، ونفترض مثلا عندك يعني انا هقعد، المفروض عندي شغل على اللاب هياخد مني ساعتين، ساعتين ونص، 3. انا بجد لو قلت لنفسي قومي انت عندك شغل هياخد منك 3 ساعات، والله ما انا قايمه، والله ما هقوم. بس انا بقول لنفسي قومي انت، هنذاكر او هنعمل او هشتغل ربع ساعه وخلاص. تمام. المهم ان ايه، يعني اني انا اقنع مخي باي طريقه، لان دماغي بتحب الحاجات اللي شكلها سهل. تمام. فاحنا بدل ما هقول عندي شغل 3 ساعات، انا هعمل ربع ساعه وهخلص، انا هعمل نص ساعه وهخلص. تمام. تالت نقطه، مش عارفه يعني عايزه اسميها اسم شيك كده، تالت نقطه، وهي ابواب الهروب. اقفلي كل ابواب الهروب. م... م... مش هتعرفي تهربي، هتعملي يعني هتعملي. انا مثلا مثبته عندي روتين كده، كام عاده الصبح مع بعض بيخلوني افتح جوانب كتير في حياتي، واخد منها بعض الحاجات. يعني انا بقوم الصبح، بدخل الحمام، وبشغل الغسالة، بنضف الحمام ذات نفسه، بعمل روتيني الصباحي بتاع وشي، بتوضى، بطلع من الوضوء اصلي، بعد ما اصلي امسك المصحف اقرا الورد بتاعي، بعد كده امسك اخد الدروس اللي في اللغات اللي انا بتعلمها، اخدها اخلصها، الكتاب جنبي، اخلص الكتاب، بقى عملت 5 6 عادات ورا بعض. تمام. بيبقى النوتيفيكيشن بتاعت الموبايل انا كده كده قافلاها، موبايلي الواي فاي مش لاقط واي فاي، مقفول. ماشي.
الادوات بتاعتي اللي انا بعملها، يعني انا باخد بروح في حتتين. آه بقعد على الكنبه دي في الحته دي في القران وال والكتاب وحاجتي اللي انا بقراها، تمام. والجزء التاني في الحمام، حاجتي بتاعه الغسول بتاع وشي متجهزه في الحمام، حاجه تنظيف الحمام موجوده في الحمام، وكلهم برضو جنب بعض، تمام. يعني كلهم قريبين في حته قريبه من بعض، بحيث اني انا ما بديش لنفسي فرصه ان انا اهرب. موبايلاتي متقفله او النوتيفيكيشن فيها مش شغاله في الموبايل في حد ذاته ملوش لازمه. ادواتي متحضره، تمام. خلاص بيبقى هو مفيش، انا قمت انا كده كده اول لما بصحى بخش الحمام، خلاص انا صحيت دخلت الحمام يبقى هعمل دول. اوريدي طالما اتوضيت مش هستنى لما بقى انسى الدور يخش عليا، لا هصلي. فانا قعدت صليت، تمام. بصلي يعني انا اهو بقعد اصلي تحت هنا، تمام. صليت، قمت قعدت على الكنبه ورحت ماسكه مصحفي هنا كده وبقعد اقرا في الركن ده، تمام. خلصت مصحفي، قريت اللي هقراه في كتاب هقراه ال5 دقايق او ال10 دقايق او whatever انت عامله الوقت نفسك وقت قد ايه، تمام. قريت، مسكت الموبايل، فتحت الدروس بتاعتي، قرأت الدروس بتاعتي، اتعلمتها، تمام. ضن انا كده خلصت حبة حاجات، بقوم بعديهم اكافئ نفسي بوجبة الفطار، تمام. ولا بقى بربط نفسي اصلا انا عايزه اشرب قهوه الاول، لان انا كنت بعمل يعني كل الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي بعد سنين كتيره من انت بتحاولي، تمام. فده خلاصه الموضوع، ان انت اقفلي كل الابواب انك تهربي. ما تقوليش انا كده كده داخله الحمام فهاخد الموبايل. ما انت بتقعدي تسكرولي، تمام، على الموبايل، وبدل ما بتاخدي في 5 دقايق بتقعدي جوه ربع ساعه، فباني بتتاملي الطبيعه وخلاص بقى الموبايل مسك في ايديكي، فخلاص خلص. فاقفلي بقى ابواب الهروب دي زي ما بنقول. رابع نقطة، خلي التودو اللي انت هتعمليها قصيرة جدا. فخلي مثلا فيها 3 مهام بس لليوم، تمام. يعني انا في يومي هما في 3 مهام بيتعملوا، مش اكتر. مهام وليست عادات، المهام حاجة والعادات حاجة تانية. ف3 مهام هما اللي بيتعملوا. في حاجات ثابتة بتتعمل كل يوم، دي انا ما بكتبهاش اصلا. يعني زي ان انا مثلا بعدي التعديل السريع على البيت، ان انا اروق كل حاجة احطها مكانها، تمام. ولو في حاجة كده عايزة تتكنس، اوكي. وممكن ابقى عارفه ان البيت عايز يتكنس، بس انا عندي حاجات ده الجدول بتاعها ما بعملش البيت، لان البيت كده كده ليه يوم ليه يومين في الاسبوع من بيت واكل وشرب والكلام ده كله انا بعملهم، تمام. مش معنى كده ان انا ما بعملش البيت خالص بقيه الاسبوع. لو محتاج وانا عندي السبير والوقت والصحه والطاقه واليوم ده انا مش مضغوطه فيه، انا بعمل كده. لكن ما عنديش خالص ما بعملش. فخلي القائم بتاعتك صغيره. ابدأي السنه الجديدة بعادة واحدة ضد المماطلة. يعني ايه عادة واحدة ضد المماطلة؟ يعني عادة واحدة هتكسر الدايرة دي كلها. مثال، ان انت اول لما بتصحي آه بتعملي اهم مهمة عندك، او بتعملي اهم مهمة عندك مثلا في ال10 دقايق، اللي هي الروتين الصباحي بتاعي ده. الروتين الصباحي ده بتاعي كله على بعضه بياخد مثلا سكة ساعة الا تلت او نص ساعة. نص ساعة بالظبط، نص ساعة ممكن. لو انا زودت بس في المذاكرة في الدروس بتاعتي اللي انا باخدها دي، هي اللي ممكن بتاخد مني وقت شوية. بس انا بعمل اهم حاجات، اللي هي ان حمامي يبقى نظيف، اني غسيلي عشان انا كائن ما بيحبش الغسيل ولا النشر ولا اي حاجة تخص الغسيل. فبعمل المهمة الرخمة الاول، ان انا بحط الغسيل في الغسالة، انضف الحمام، اعمل روتيني بتاع وشي، اتوضى واصلي واقرا القرآن. هما دول اهم 10 دقايق في اليوم. وانس ان انا عملت الدايره دي، انا اليوم اللي بعمل فيه كده انا بنجز. بعمل بقيه اليوم المهام المطلوبه مني وزياده شويه كمان، تمام. كل يوم اخره في اخر اليوم بتكتبي 3 حاجات هتعمليهم بكره. العاده الصغيره، صدقيني العاده الصغيره اللي بتدي دماغك احساس السيطره ده لوحده هيكسر المماطله. يعني انا حبه الحاجات اللي بقوم اعملهم الصبح دول هما اللي بيخلوني بكسر المماطله، وببقى عايزه برافو وجدعه ويومك فيه انتاجيه. ولما بصور الفيديو بعد ما اخلصه احس بحماس ان انا شاطره عملتيه، تمام. فالعاده الصغيره صدقيني هي اللي هتكسر السيركل بتاع المماطله دي. خليني اكلمك عن جزئيه، يمكن دي تكون يعني جزئيه مهمه جدا في الفيديو. ودايما بخلي احلى اخر جزئيه هي تبقى الجزئيه اللي فيها الكلام التقيل يعني.
لاني انا دايما الفيديو بعمله بالترتيب، يعني نحاول نعمله ايه بتسلسل عقلي كده، لاني انا عانيت في كل الحاجات دي، انا جايه من معاناه شديده جدا في كل الحاجات اللي انا بحكي لكم عنها. خلي السنه دي مش عايزين النسخه الخارقه منك، احنا عايزين نسخه واعيه منك، نسخه يكون عندها وعي. صدقيني كلنا بنماطل وكلنا بنهرب، مفيش حد في الدنيا دي مش بيمر بالمراحل دي اللي انا بتكلم فيها. بس الفرق الحقيقي بين اللي حققوا حاجات واللي لسه بيدوروا على بداية، انهم بدأوا وهم مش مستعدين، وهم مش مستنين اللحظة المناسبة، وهم آه مش مستنين البداية الجديدة، البيت النضيف، المكتب المتروق، الجيم اللي دافعين اشتراكه. بدأوا، خلقوا اللحظة بتاعت البداية دي بنفسهم. السنة الجديدة مش محتاجة تخطيط مثالي، ولا محتاجة منك انك تبقي انسانة خارقة. هي محتاجة منك انك تتعافي من عادة واحدة بس، وهي عادة التأجيل. ابدأي بخطوة صغيرة، ماشي؟ مش محتاجة تخطيط مثالي. خطوة صغيرة بس، وبعدين خطوة كمان. فجأة هتلاقي نفسك بتعملي حاجات كنت فاكراها مستحيلة. وختاما، لو حسيت ان الفيديو ده لمس حاجة فيكي، اعملي لايك، شاركيه مع حد من صحابك، شاركيه مع حد بيضيع وقته ومش لاقي بداية، واكتبي لي تحت في التعليقات اكتر عادة بتحسي ان هي السبب في المماطلة عندك ايه. يا رب تكون سنة جديدة، سنة سعيدة، سنة كاملة، مش سنة مثالية، لكن تكون سنة من الوعي، سنة من القوة، سنة من البدايات الصغيرة اللي فعلا فعلا ان شاء الله باذن الله هتغير حياتك. وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه أليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.